شوف هذه الشراره الملتهبه، وهي عباره عن واحد الشراره احتفاليه كتصوب بواحد الطريقه اللي كتبان سهله وكتعطي واحد التاثير ديال واحد الشراره اللي هو كبير بواحد الطريقه اللي هي احتفاليه. حنا غنجربوا هذه الشعله هذه ونشوفوا كيفاش غادي تجي، وغادي نعتبروها احتفالا بافتتاح كاس افريقيا. وايلي زعما تصدق نجربوها. وهاد التجربه هذه بغينا نشوفوا كيفاش غتجي النتيجه ديالها، واش غتصلح في الاحتفالات او لا. وما كانت النتيجه ديالها سواء مزيانه او لا ما تحاولوا ديروها في الدار الا كنتو صغار، وإلا كنتو كبار بطبيعه الحال ما ديروهاش الا في شي فضاء مفتوح. واحد الله، جوج، ثلاثة، أربعة، ونزيدوا هاد النجوم حتى هما. حنا غادي نديروا وحدة كبيرة ووحدة صغيرة، بيضة المفاجآت اللي كنا كنلعبوا بها في ايامات الصغر، كتكون فيها ديما شي حاجة لداخل. والله يا الخوت خرج فيها سبع، احتفالا بكاس افريقيا نيت بالضبط، قلتها غا الله. والثانية اللي نخدموا بها هي هاد البيضة هذه غتهز واحد الكمية اللي هي كبيرة، دونك متوقع على أنها تعطي واحد الشرارة اللي هي كبيرة. ما عرفت الصراحة هاد الشيء هذا كيفاش غادي يجي، واش غادي يعطي واحد الشرارة اللي هي زوينة أو لا. باش بان لكم نتوما كون فيهم لا تعطي تأثير حسن، واش الصغيرة أو لا الكبيرة. خليوا لي رأيكم في التعاليق قبل ما تشوفوا النتيجة، وبدينا على بركة الله. أول حاجة غنديروها هي غنديروا واحد التقيبه هنا وسط البيضه هذه الكبيره، فوالا بهذا الشكل هذا، وغندير واحده اخرى وسط الصغيره هذه، فوالا بهذا الشكل هذا. ثاني خطوه هي نخرجوا داك الماده اللي كتعطي داك الشراره من هاد النجوم هادو، وكذلك من هادو فيهم واحد الريحه عجيبه بحال ريحه الوقيد. دابا اللي غادي نديرو غنحاولوا نفرتوهم بحال هكا باش داك الكميه كامله اللي فيهم طيح هنا في الارض، وخويناهم كاملين عطاونا هاد الشجيره هذه. ودابا ندوزو نخويو هادو. شوفوا دابا الخوت فيهم واحد الماده صفراء، هاد الماده هذه في هاد اللعيبات كثيره، يعني غادي تعطي واحد الشراره اللي هي كثيره. شوف الخوت هذا الشكل ديالهم من الفوق فيهم واحد الكاغيط كنقطعوه بحال هكا، وكتولي داك الماده كتخوى بحال هكا. شوف فوالا الخوت انت شاد الكميه هذه كامله. دابا اللي غادي ندير هو غنعمر هاد البيضات هادو، غناخذ هذه وغنخويها وسطها، وغنزيد عليها واحد الكميه من هذا باش نكمل داكشي اللي باقي خاصه. وهذا هو الشكل اللي حصلت عليه. دابا غادي نسدها بحال هكا، ناخذ هذا نحاول نقطع عليه واحد شويه من السلك وغنخشيه هنا الوسط باش نحصل على هذا الشكل هذا. هاد الكبيره هذه تهز واحد الكميه اللي هي كثيره. هذه باليه الخوت تعطي واحد الشراره مدويه. هذا الخوت شوف عمرتها حتى للراس ديالها، وغادي نسدوها هي بدورها، وناخذوا كذلك وحده بحال هذه نقصوا لها شويه من السلك ونخشيوها الوسط باش تعطينا هذا الشكل هذا. وفي الاخير جاو عندي بهذا الشكل هذا بجوج. دابا حانت لحظه الحقيقه، نمشيو دابا لشي بلاصه واسعه باش نجربوهم. مشينا فوالا دابا جينا للبلاصه هذه، غنقصوا واحد شويه ديال الضوء بطبيعه الحال، وغنحاولوا نبداو بالصغيره هي الاولى. وراه تبان لكم الصفر هنايا، بسم الله. هاد النجوم الخوت بانوا لي باردين، نحاول نحيد من حداها. ناري على تفاعل الخضروات. حتى الخوت واحد التفاعل، واحد الشراره بحال شكل ديك النجوم اللي تكونوا في الاحتفالات. دابا غنشوفوا هاد الكبيره هذه، ولكن قبل كما العاده نقص واحد شويه ديال الضوء. شوفوا دابا على بركه الله، بسم الله. هذه انا مأكد تعطي واحد التفاعل اللي في شكال. واحد جوج ثلاثه، هرب معلم. الخوت هذه الغطايه ديالها طارت ملي شعلت ديك الشراره، الغطايه ديالها طارت من بلاصتها. وكون كتكون تجربه ديال شراره الاحتفال تجربه ناجحه، ولكن بطبيعه الحال ما تجربوهاش في الدار. انا جربتها بلاصتكم وبانت لي على انها صعيبه صراحه، ومن الافضل على انها ما تدارش في الحفلات الا طبيعه الحال كانوا اشخاص بالغين وفي شي فضاء اللي مفتوح، حيت كتعطي واحد الشراره اللي هي كثيره. دونك الا بغينا نحتفلوا اللهم نحتفلوا بحال هادو، الشكل اللي هو عادي. حتى هادو بدورهم راه كيعطيو واحد الجماليه وكيعطيو واحد الشكل اللي هو زوين. هو صافي طفاي، حتى باش تطفى هذه مشكله. اصدقائي كنتمنى تكون عجبتكم التجربه ديال اليوم. تلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو في راسكم.